مش كل أم خلفت، ومش كل أم يتقال عليها أم. في أم بتربي وتدي وتنسى نفسها بس عشان ولادها يفضلوا شايفينها ملاك. في حكايتنا النهاردة ست بسيطة عايشة اليوم بيوم على قد حالها، شالت حمل ما يتشالش علشان حبها كان أكبر من الظروف. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة هنحكي حكاية أم بسيطة، أم ماجدة، ست من منطقة شعبية في مصر. عندها 4 ولاد وجوزها راجل على باب الله، واختها صفية كانت أم ل3 أطفال، أصغرهم كان عنده سنة. في يوم مشؤوم صفية تعبت فجأة ودخلت المستشفى، اتشخصت بسرطان حاد في المخ، وفي أقل من 3 شهور توفت. العيلة كلها اتصدمت والأطفال تاهوا، وأبوهم كان بيشتغل في البحر وسايبهم. العيلة بدأت تفكر، العيال دول هيعملوا ايه؟ هنعمل فيهم ايه؟ هنحطهم في دار ايتام ولا نوزعهم على القرايب؟ لكن ام ماجدة قطعت الكلام وقالت محدش هيربيهم غيري، انا ايه اللي هربيهم وانا امهم. الكل اتفاجئ، وانتي ظروفك صعبة وعلى قد حالك، بيت صغير وعيال كتير. لكنها من يومها ما فرقتش بين حد فيهم، لبستهم وعلمتهم ونامت على الأرض عشان هم يناموا مرتاحين. كانت بتشيل اللقمة من بق عيالها وتحطها ببق ولاد أختها. مرت سنين وكبروا الولاد، وأول واحد اتخرج منهم حضنها وقال لها قدام الناس بتقول أمي ماتت، بس أمي واقفة قدامي. ولو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي، صلوا على الرسول في كومنت ودوسوا لايك. وده علمنا الرحمة ممكن تعيش في قلوب ناس بسيطة، مش مهم فيه فلوس ولا لأ، ولا فيه مكان ولا لأ. دي ناس مش بتسأل هي هتقدر ولا لأ، بتسأل هو في غيري هيعمل كده. وفي النهاية في ناس بتسيب أثر في الحياة، مش بجوازها ولا بشغلها، لكن بحبها اللي بيعيش في قلوب اللي ربتهم. الأم مش هي اللي بتولد، الأم هي اللي بتربي وبتحضن وبتخاف عليهم. هي دي الأم، هي دي الرسالة اللي ربنا كلفنا بيها. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.